ده واحد من أندر الأمثلة الموجودة في العالم لمومياء كاملة عليها بورتريه شخصي. المصري القديم كان لازم يحط قناع فوق الموميا على هيئة صاحبها، عشان لما الروح ترجع للجسد تاني تتعرف على الجسد عن طريق القناع بتاعه. وأشهر قناع طبعا قناع الملك توت عنخ آمون. لكن في أواخر العصر المصري القديم تطور الأمر، بدل من قناع اتبدل لبورتريه عليه صورة الشخص. ومن هنا خرجت مصر للعالم اختراع فن رسم البورتريه لأول مرة في التاريخ. البورتريه الجميل ده لشاب مصري مرسوم بالزيت على الخشب، ويظهر بملامح رائعة تعكس تعبيرات هادية ونظرة عميقة. لابس رداء أبيض وشعره شبه شعر محمد صلاح، الحواجب مرسومة بشكل مذهل، والعين كبيرة بنظرة كلها حياة بمسحة خفيفة من الحزن. البورتريهات دي مش مجرد لوحات جنائزية وخلاص، دي بتورينا الأشخاص من 2000 سنة كان شكلهم ولبسهم وتسريحة شعرهم وفنهم واعتقادهم عامل ازاي. تعتبر كنز فني وتاريخي بتعكس لنا قصص كتير عن أجدادنا في الماضي.